الافندي ابراهيم عيسى المؤلفاتي، ما الناس دي يعني اتصور ساعات ممكن يكون بياخدوا حاجه في حبوب معينه كده، طالع بيقول لك ان اللحيه والنقاب جولنا من السعوديه. جولنا من السعوديه؟ انت يا ابني طب العشنق وعرفناه، انت ايه بقى ممكن نقول ايه؟ ده انت المفروض ان عامل نفسك فيها يعني مفكر اسلامي. سعوديه ايه اللي جانا منها اللحيه؟ يا جماعه اوهبلتم في عقولكم؟ بتتكلموا عن سنه النبي من 1400 وشويه سنه على انه استيراد سعودي. انت هتعملي زي المذيعه اللي طلعت في التلفزيون المصري تقول ما فيش داعي يا جماعه نتخانق مع السعوديه، يعني برضو احنا في بيننا وبين بعض صلات وسيدنا ابراهيم كان سعودي. طب اقوم اروح عن اذنكم، سيدنا ابراهيم سعودي؟ هو الانبياء فيهم سعودي وكويتي وبحريني واماراتي وفلسطيني ومصري؟ عيب يا استاذ ابراهيم، عيب على حملاتك دي، اتقي الله يا اخي، ارحمونا شويه من الغثاء اللي مصدعين دماغنا بيه. يا جماعه ما تروحوا تكتبوا في حاجه تفيد البلد شويه. هو انتوا طول النهار والليل ما رغوش غير اللحيه والنقاب والاسلاميين والملتحين؟ اعتبروهم فصيل يعني في كل الشرور، صلحوه، اقعدوا صلحوا فيه. انما نصلحه ننكر سنه، نصلحه ننكر سنه من امهات المؤمنين، نشتم في نقاب، نجيب ناس من الفكر الشيعي زي ما وائل الابراشي بيعمل. حد بعت لي بيقول لي كان جايب صاحب المدرسه الشيعيه في مصر. طب جبته ها وبعدين مسكته نفضته بحكم ان انت بتنتمي لبلد فيها سنه؟ مسكته نفضته على ان الناس دي بتشتم امهات المؤمنين بس عاملين معانا شغل التقيه، ويحاول يقول لك احنا ما فيش خلاف بيننا وبينهم. حاولوا تفهموا ان مصر في خطر، تحتاج منكم تركزوا في ده، مش تقعد تركز لي على اللحيه والجلباب. انت مالك يا اخي واحد بيلبس جلباب ما يلبسوش يعني؟ هو اللبس ده لا مؤاخذه يعني يضايقك في ايه ان واحد لابس جلابيه؟ انت الحمالات بتاعتك دي ده عفى عليها الزمن من 30 سنه. كان حد كلمك قال لك انت بتلبس حمالات لحد دلوقتي ليه؟ وتقعد تشد لي فيها كده؟ حد قال لك حاجه؟ مسكتنا وسبناك.